الست دي كانت عايزه تدافع عن جوزها، فدخلت على صاحب الورشه وهي متنرفزه وسالته ليه بيضايق جوزها وبيعملوا كده. بس اول ما صاحب الورشه شاف نظره الراجل قلب تمثيل وبدا يمثل دور العمر، بدا يزعق في جوزها قدامها ويقول له انت ميكانيكي ايه؟ ده انت ما بتعرفش تصلح عربيه اصلا، وكمان بتاكل وتشرب هنا ببلاش كل يوم. الست اول ما سمعت الكلام ده ولانها كانت عايزه تحافظ على كرامه جوزها قررت تثبت له العكس، قامت بنفسها وبدات تصلح العربيه. الناس اتجمعت حواليها في لحظه ومحدش كان مصدق ان ست تعرف تصلح عربيه بالشكل ده. في 10 دقائق بس كانت العربيه زي الفل. بعدين راحت لصاحب الورشه وقالت له بكل ثقه عايزه $300 ثمن التصليح، ولو حاولت تضايق جوزي تاني هبوظ لك الورشه دي. صاحب الورشه قلق، والراجل ساعتها شد مراته بسرعه ومشي بيها علشان ما تكتشفش حقيقته. الست ما كانتش تعرف ان جوزها الميكانيكي في الحقيقه هو السي اي او بتاع شركه كبيره جدا. قبل كده بمده قصيره كانت الست دي مطلقه من جوزها القديم، وصاحبتها اول ما عرفت راحت قدام جوزها القديم تحتفل بطلاق صاحبتها وهي فرحانه جدا. جوزها القديم اتنرفز وقال لها انت مجنونه بتحتفلي بالطلاق؟ بس فجاه ظهر موكب عربيات فخمه جدا واقف قدامهم، وطلع ان السي اي او بنفسه وصل. الست دي افتكرته الممثل اللي مأجراه $500 علشان يمثل دور جوزها الجديد، واول ما شافت العربيات ابتدت تعاير جوزها القديم وتضحك عليه، ودخلت على السي اي او بكل ثقه. بس اللي حصل ان الراجل ده كان فاكرها العروسه اللي جده خطبها له، ولانه كان عايز يهرب من ضغط العيله اللي عايزاه يتجوز سابها تاخده ويمشوا. وجوزها القديم كان واقف مش مصدق ومش فاهم حاجه. بعدها بفتره قصيره جدا الاتنين خدوا شهاده الجواز رسمي، والست حتى ادته $200 زياده كبقشيش وشكر. هو ما كانش لحق يستوعب اللي بيحصل، وهي كانت واخداه على بيتها. بس اللي حصل انه اتأقلم بسرعه جدا مع ابنها، والبيت بقى فيه جو عيله جميل.